بسم الله الرحمن الرحيم. وقرعة مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025 ومجموعة منتخب مصر، مجموعة الموت، مجموعة الدمار، مجموعة الحاجات. يا بس يا ابني يا حبيبي اسكت يا حبيبي. يا جماعة قالوا الكلمة قبل ما تقولوها. مجموعة موت ايه بس؟ هناخد مجموعة مصر الناس اللي فيها تفصيليا وكمان بقية المجموعات كمان بالاخص اللي فيها منتخبات عربية. ناخد كل منتخب حتة. بص هتطلع من الحلقة ان شاء الله عارف كل منتخب وضعه ايه والمجموعات قصتها ايه، يبقى عندك صورة كاملة عن مجموعات كأس الأمم الأفريقية ومجموعة مصر اللي تعبتنا في كل بطولة. بس قبل اي حاجة اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وكمان فعل علامة الجرس، وكالعادة نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ودائما ودوما لا ننسى ان احنا ندعي لاخواتنا. الناس كانت تنزل الاول تعمل لايك على قد ما نقدر، عاوزين عدد لايك كبير كده، ونرحب كمان باخواتنا. اكيد في اخوة عرب هيكونوا موجودين بيتفرجوا منورنا. طبعا المجموعة الاولى منتخب مصر، جنوب افريقيا، انجولا، زيمبابوي. طبعا بص على المجموعة كده، قال لك مجموعة الموت. قال لك يا اختي المجموعة دي مجموعة صعبة فيها يا جماعة جنوب افريقيا، انجولا، إيه يعني مفيش مجموعة سهلة في افريقيا ومفيش فرقة سهلة. بس هل دي صعبة؟ ما هو معلش انت مش رايح افريقيا عشان تلعب عزبة النخل، ما انت هتلاعب برضه فرقة يعني هتلاعب فرقة افريقية موجودة معاك. فلما تلاعب دول اعتقد الكلام منطقي. اول منتخب معانا منتخب جنوب افريقيا. طبعا اول حاجة هتقول ان البطولة اللي فاتت كان مركز ثالث، ده حقيقي فعلا. بس انت عاوز تتكلم كلام على الورق ولا كلام شفناه يعني بعينينا وحللناه؟ منتخب جنوب افريقيا ثالث افريقيا اللي فاتت، بس هو كان اداؤه كان ممل، واغلب ماتشات جنوب افريقيا كانت يعني مقفوله لو فاكرين يعني، وما فيهاش لعب ورخمه. انا كنت بنام فيها ويخطف هدف وكان بيعرف يمشي الدنيا. فلازم برضو تبقى معيارك الاداء والقصه. فتشوف مثلا طبعا هم وصلوا لغايه المركز الثالث قدام مالي، خسروا 2-0، فازوا على نيميبيا 4-0، ده كان منطقي. اتعادلوا مع تونس 0-0. المغرب فازوا 2-0. لو فاكر الماتش ده كان ماتش ممل ومقفول وهم خطفوا المغرب فيها. الراس الاخضر 0-0 وضربات جزاء. نيجيريا 1-1 وضربات جزاء خسروا. الكونغو 0-0 وضربات جزاء. كله كان قافل. فبالتالي هم منتخب يعني ما عندهمش رعب. حتى يمكن في تصفيات كاس العالم معهم رواندا وبنين ولوسوتو، يعني بتتكلم منتخبات قليله. هو في المركز الثاني 7 نقط زي بنين زي رواندا، ما فرقش عنهم بشكل كبير. فمنتخب صعب، مباراه صعبه، ممكن يغلبونا، بس مش اللي اقول التم واقول صعبه. لا، في ناس في المستوى الثاني معانا اصعب من جنوب افريقيا. منتخب انجولا منتخب متطور جدا. وطبعا منتخب انجولا هو يمكن بقاله سنين طويله هو بيلعب في منطقه وسط كده، هو مش مرعب وفي نفس الوقت هو مش قليل. بس يمكن البطوله اللي فاتت طبعا كان عامل طفره مختلفه. وطبعا فاكرين وقتها مبولولو يمكن كانوا متصدرين مجموعه بوركينا وموريتانيا والجزائر ب7 نقط، وكانوا عاملين طفره كبيره جدا في البطوله بشكل كبير. بس يمكن هتلاقي على مستوى تصفيات كاس العالم الامور مش ظابطه. 4 ماتشات فوز ماتش واحد بس، تعادلوا مع الراس الاخضر وتعادلوا مع موريشيوس، تعادلوا مع الكاميرون وفازوا على اسواتيني. فبالتالي انجولا صعبه ومنتخب رخم. بس نلعب انجولا جنوب افريقيا ولعب كان معاهم بعد كده زيمبابوي. اعتقد الموضوع طبعا زيمبابوي بعيد عن القصه. يبقى احنا كمنتخب مصر لو في ازمه بلعب فينا، لو المجموعه دي صعبه يبقى لعب فينا، لو المجموعه دي يعني مش عارف استغربت قال لك مجموعه تموت يبقى لعب فينا. لا، بتلعب طبيعي، هتلعب منتخبات زي دي وده مستوى معتدل، وطبيعي ان قبل مستوى تاني ومستوى تالت قبل انجولا جنوب افريقيا. ويعني احنا المفروض نقدر نفوز على جنوب افريقيا ونفوز على انجولا، ولو ما فوزناش مش عشان هي صعبه مجموعه الموت، ولكن عشان احنا اللي عندنا مشكله. فاتمنى ان يكون ادائنا افضل ويكون شكلنا جماعي، وان احنا الصراحه قارن لعبتنا والاسماء اللي عندنا بمرموش، بصلاح، بامام، بزيزو. القصه دي كلها مقارنه بانجولا وبجنوب افريقيا. الوضع يا جماعه بعيد قوي. المجموعه اللي هي بقى الاولى سنه بدأ منتخب مصر، المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر. محدش مركز مع المجموعه دي. المجموعه دي ما فيهاش فريق وحش يا جماعه. وانا يعني كنت مشفق على المغرب، بما ان طبعا المغرب يا صاحبه الارض، بحب دايما صاحبه الارض تكمل. فحسيت اتحطوا طبعا يقدروا، ده منتخب مغرب بس مجموعه مش سهله خالص. ومنتخب مغرب طبعا بيعمل كل حاجه الا افريقيا، ما عندوش حجه السنه دي وعلى ارضه محتاج يرد على يعني الوضع السيء اللي فيه بقى له سنين طويله في كاس الامم الافريقيه. طبعا منتخب مالي، منتخب صعب،
طبعا يظل على طول منتخب. هو كان ممكن ليه فترات قبل كده اعلى شويه، بس لياقه بدنيه اطوال، اسماء محترفين عاليه جدا. يمكن شفنا طبعا البطوله اللي فاتت كان خرج من ربع النهائي في دور الثمانيه من ساحل العاج 2-1، ويمكن على مستوى يمكن تصفيات كاس العالم في المركز الثالث الرابع مع مدغشقر وغانا جزر القمر. يعني هو مش افضل حاجه، فيعني في ايه مالي تطلع فترات وتنزل فترات، بس تظل لا منتخب معاك صعب، ممكن يتعادل معاك، ممكن يضيع منك نقطتين او حاجه. منتخب زامبيا حتى وبتتكلم عن تصنيف تاني هو منتخب متوسط، بس حتى يمكن شفناه لما لعبنا وقت فيتوريا ماتش ودي مع زامبيا، هم عندهم بيلعبوا كوره، واكيد مش زي فترات قبل كده مثلا وقت هيرفي لينار والفتره بتاعت 2015 و2014 دي او 2012، بس عندهم كوره ممكن يلعبوا، ولكن في المتناول بالنسبه لك. لكن المفاجاه الحقيقيه جزر القمر يا جماعه، ده عامله مفاجاه مدويه. جزر القمر طبعا هو زي كده منتخب موريتانيا، اخر كام سنه بقى في صعود ما كناش بنسمع عنهم، في صعود موجود، احيانا بيطلعوا بينزلوا. يعني مثلا جزر القمر افريقيا الاخيره ما كانش موجود، اللي قبلها كان موجود وكان مميز، زي منتخب موريتانيا البطوله اللي فاتت كان موجود وكان مميز، البطوله دي مش موجود، بيطلعوا وينزلوا، بس جاي بطفره كبيره جدا. طبعا ده منتخب عربي، ممكن البعض يكون متلخبط، فنتمنى له التوفيق مع منتخب المغرب. جزر القمر صعد لهذه البطوله وهو متصدر مجموعه تونس وغامبيا ومدغشقر 12 نقطه وتونس 10 نقط. منتخب جزر القمر في تصفيات كاس العالم متصدر مجموعته يا جماعه، لعب 4 ماتشات فاز 3 واتغلب ماتش واحد، 9 نقط مع غانا ومدغشقر متصدر المجموعه. فبتتكلم منتخب صعد بقوه، منتخب هو دي المنتخبات وتعودنا اخر كام سنه اللي تقوم جايه مستضاف في حته كده، عامله لك المفاجاه الكبيره. نتمنى المغرب وجزر القمر يسعوا مع بعض على حساب ما نتمنى يكون نتائجهم تكون افضل. المجموعه الثالثه نيجيريا، تونس، اوغندا وتنزانيا. طبعا منتخب تونس طبعا لسه البطوله كمان 10 شهور، منتخب تونس حاليا بدون مدرب، مستني يجيب مدرب، راح الكيروش وبعد كده ما نجحتش. نتمنى ان منتخب تونس بقى له سنين انا بحس ان هو بقى بلا هويه، لو انا مش عارف انت بتدافع ولا بتهاجم، وضيع وقت كتير مع كامل احترامي مع مدربين محليين منذر الكبير وجلال قدري، يعني اعتقد ممكن يبقى افضل. منتخب نيجيريا طبعا ده بتتكلم عن الراجل او الفريق اللي كان واصل النهائي البطوله اللي فاتت، فرقه عندها يعني، وطبعا عندها لوكمان احسن لاعب في افريقيا، لا فرقه تقيله يعني، بس بعد افريقيا حصل لها انهيار غير طبيعي. يعني بتتكلم حتى صعدوا هذه البطوله ومعاه بنين ورواندا وليبيا ب 11 نقطه فقط وبنين 8 نقط، مع ان كل الفرق التقيله زي نيجيريا ومصر وكذا صعدوا بفارق اكتر من كده. تصفيات كاس العالم عندهم كارثه، لعبوا 4 ماتشات وما فازوش ولا ماتش، اتعادلوا 3 وخسروا ماتش، ودي كارثه كبيره على نيجيريا في المركز الخامس. بتتكلم ان رواندا وجنوب افريقيا متصدرين المجموعه، فنيجيريا حصل لها انهيار كبير جدا، معرفش حتى على مستوى كمان الماتشات الوديه. في 2024 لعبوا مع غينيا اتغلبوا، لعبوا مع مالي اتغلبوا، فازوا فقط على غانا فالدنيا كيرف ضارب لتحت. في البطولات المجمعه الدنيا بتكون مختلفه شويه، ويظل منتخب نيجيريا منتخب تقيل. منتخب اوغندا ومنتخب هو في التصنيف الثالث موجود، هو قدام منتخب متوسط، يعني في فترات بيظهر بشكل لعب كوره شويه، لكنه يظل منتخب يعني متاخر شويه. منتخب تنزانيا هو تصنيف رابع من المنتخبات القادمه بقوه من سنين طويله، يعني هو منتخب يظل قليل هو في المتناول بالنسبه لمنتخب تونس، بس مثلا افريقيا الاخيره ما صعدش دور المجموعات، بس عمل مباراه حلوه، يعني بيقدم كوره طبعا عكس من زمان كنا نسمع عن تنزانيا. فيعني ايه منتخب تونس ان شاء الله يصعد، الا بس اذا هو بيعمل فصول بارده وغريبه في المجموعات وتلاقيه مضيع نقط غريبه كده. فاتمنى منتخب تونس يكون من الصاعدين. المجموعه الرابعه السنغال وكونغو الديمقراطيه، بنين وبوتسوانا. بسرعه كده ما فيهاش منتخب عربي. سنغال كونغو الديمقراطيه مع ديسمبر، وشفنا قدامنا بقت مختلفه شويه، فرقه رخمه، كرات طوليه وناحيه بدنيه وسرعات، وطبعا عندها ويسا المتالق مع برينتفورد في الدوري الانجليزي مسجل 11 هدف هذا الموسم. اديتهم في سكه، وبنين وبوتسوانا بعيدين شويه الى حد ما. الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائيه، السودان، هذه مجموعه قويه جدا يا جماعه. يعني الناس يقول لك لا، منتخب مصر دي مجموعه المغرب اقوى منها. شوف اولا طبعا انت عندك بوركينا فاسو فريق اكيد السنين الاخيره بقى من الفرق اللي عندها محترفين وعندها اسماء، فرقه بتلعب كوره. طبعا بنتكلم منتخب الجزائر يعني الاخير في البطوله اللي فاتت في المجموعه،
وقبلها كان صعود كاس عالم في اخر ثانيه من الكاميرون، ما صعدت منتخب الجزائر عاوز يعيد نفسه مره ثانيه في بوركينا فاسو. لا منتخب يعني انت بتتكلم طبعا البطوله اللي فاتت كان وصل لدور ال 16 كان خسر من مالي، يظل في الاخر تقدر تتفوق عليه. برضه بوركينا فاسو كان ليها فترات قبل كده كان اعلى من الفترات الاخيره دي، بس يظل منتخب تقيل. يمكن حتى برضه على مستوى تصفيات كاس العالم في المركز الثالث في منتخب الجزائر بوركينا فاسو تقدر ان شاء الله، بس تقلق برضه ان الفرقه بقى ليها اسم. غير الاستوائيه طبعا الفرقه اللي صاعده اخر كام سنه ومن الناس اللي عملت مفاجات مش طبيعيه، وطبعا خلاص افريقيا بنتكلم عن اللي بيطلع ما بينزلش، اللي بيطلع ده بيطلع معاه كمان. الفرق عماله تزقه لقدام، حد يطلع من تحت يزق حد قدامه. طبعا غير الاستوائيه شفنا البطوله الاخيره تصدر مجموعه نيجيريا وساحل عاج وغينيا بيساو. انت متخيل نيجيريا وساحل عاج كانوا متصدر، وطبعا شفنا فاز على كوت ديفوار في المباراه كان 4-0 وكان اكتساح كبير جدا. فطبعا بنتكلم عن منتخب كان بيلعب كره متطوره بشكل مبهر جدا. ومنتخب السودان اللي عامل مفاجاه كبيره جدا. طبعا السودان طبعا مع جزر القمر والجزائر وتونس والمغرب ومصر نتمنى انها تقدم شكل كمان البطوله دي مش مجرد ضيف وخلاص. منتخب السودان متعود دايما كل كام سنه يصعد مره ويختفي شويه، يصعد ويختفي شويه، فنتمنى المره دي تكون مختلفه لانه قادم بقوه. منتخب السودان في تصفيات كاس العالم متصدر مجموعته على السنغال. منتخب السودان عامل حاله كبيره جدا رغم طبعا انت عارف المشاكل اللي في السودان، والهلال والمريخ بيلعبوا في موريتانيا بره، وحتى يمكن هي على مستوى الانديه متالق، يعني الدنيا فيها طفره شويه رغم الظروف. معاكسه في السودان مع 10 نقط، لعب 4 مباريات فازت 3 واتعدت مباراه، ما خسرش ولا مباراه. فبالتالي نتمنى ان منتخب السودان يعني زي ما قلنا ما يكونش ضيف موجود. فبتتكلم المجموعه دي السودان يقدر يأدي، هنرجع لها تاني كده عشان مهمه جدا. السودان يقدر يأدي ومنتخب متطور، غير الاستوائيه منتخب متطور، بوركينا فاسو منتخب طبعا متطور من سنين، والجزائر. فبتتكلم الاربع فرق عامله زي كده، مالي وجزر القمر برضو في المجموعه الاولى، المغرب ومالي وجزر القمر وزامبيا. الاربعه ممكن يلعبوا كوره، الاربعه ممكن يزعلوا بعض، مفيش حد فيهم عشوائي بيلطش كور يعني مثلا ممكن تلاقي فرقه زي بنين او بوتسوانا بعيد شويه. دول الاربعه عندهم القدره زي مجموعه المغرب كده. يمكن واخر مجموعه معانا كوت ديفوار والكاميرون والجابون وموزمبيق. كوت ديفوار يعني هنشوف بقى عامله ايه. طبعا البطولات كانت حاله، بدأوا ضايعين، كانت حاله بعد كده هل تستمر ولا لا. الكاميرون بقى لها كام سنه في نفس الوضع، لا فرقه كبيره ولا فرقه صغيره، ما بقاش فيها اسماء، ما فيهاش نجوم، ما بقتش بنفس الابهار، ولكن ما زالت حافظه. يعني الفرق دي بتحافظ على تقاليدها شويه الى حد ما. والجابون هتزقوا معاهم من بعيد لبعيد، وممكن يعني اي حد ياخد نقط من الثاني. واخيرا موزمبيق بعيده شويه الى حد ما. ده كان استعراض كل المجموعات. نرجع كده في الاخر عايزين نبص على المجموعات كده كلها. في الاخر هتبص تلاقي منتخب مصر مجموعه ايه يا جماعه؟ يعني انت ما تلعب الكونغو عنيفه، بوركينا فاسو عنيفه، الكاميرون عنيفه، دي بتتكلم عن ناس ومالي وتونس دول الناس التصنيف الثاني. فلما تاخد منهم جنوب افريقيا، انجولا ممكن كتصنيف ثالث هي ممكن تكون من اعلى الفرق، هي وغينيا الاستوائيه اعلى فرقتين في التصنيف الثالث اللي انت خدت منهم انجولا. وفي الاخر زيمبابوي ممكن تكون اقل فرقه في تصنيف رابع. تتكلم في تصنيف رابع سودان، وفي كمان جزر القمر دول اعلى. فانت خدت المجموعه متوازنه رايح جاي. ما تقوليش بقى موت ايه يا جماعه، احنا عايشين حياتنا كلها بنلعب في مجموعه الموت. كده خلصنا كل الكلام عن البطوله. طبعا لسه فاضل لها 10 شهور ممكن يحصل متغيرات. وفي الاخر السؤال بالنسبه لك مجموعه منتخب مصر، اديك 4 اختيارات واختار انت عاوزه بقى يا عم وربنا يسهل لك الحال. مجموعه سهله، عاديه، صعبه، ولا صعبه جدا؟ اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، وقبل اي حاجه خلينا نبدا في الشغل.